اكتر سؤال بيتسأل لي على اي منصة موجودة كسوشيال ميديا: انت ازاي عرفت تجيب اول عميل ليك بدون تقييمات؟ يا عم حسن، هو مين اللي هيخاطر ان هو يشغلك عنده اصلا وانت لسه الاكونت بتاعك ابيض ما فيهوش اي حاجة؟ بص، انا عارف ان الاجابة مش بسيطة قوي، بس الاستراتيجية دي ممكن تكون سبب في اول دولار ليك على المنصة، ولكن لازم تمشي على الخطوات اللي انا هقول لك عليها لان في ميزة محدش بيتكلم فيها خالص وبجد هتفرق معاك قوي. لاني كنت زيك ببص على البروفايلات اللي مليانة نجوم وناس محققه $300,000 $400,000، وكنت دايما بحس ان في حاجه ناقصه. فهنا سالت نفسي سؤال: ازاي اثبت للعميل ده ان انا عندي خبره عشان بجد يثق فيا واشتغل معاه؟ لكن تعال اقول لك على حاجه كده، الحل موجود عندي في حاجه واحده بس، الا وهي التستمونيال او شهاده الخبره. بدل ما هفضل قاعد مستني العميل ان هو يدوب في يوم من الايام يعيني، عملت حركه لطيفه شويه. رحت لحد من زمايلي في الشركه اللي انا بشتغل فيها وقلت له: بص، ابورك في خاصيه دلوقتي اسمها التستمونيال. فبعت لواحد من اصدقائي اللي كان شغال في شركه، وانا ساعتها كنت بشتغل في شركه تانية خالص. قلت له: بص، انا طالب منك شهاده عن خبرتي في ابورك في حاجه احنا اشتغلنا فيها مع بعض، ايا كانت هي نوعها ايه، بس بشرط انت عارف ازاي تنفذ الشغلانه بشكل كويس. الرساله نفسها بتبعت فيها ايه لزميلك؟ هتخش على الواتساب وهتبعت له رساله، ممكن تكتبها حتى عن طريق تشات جي بي تي. وافتكر دايما في التستمونيال بتاعه ابورك لازم الشخص اللي هيبعت لك الشهاده يبقى حسابه موثق عن طريق ان هو البيزنس دومين بتاع الشركه اللي هو شغال فيها يكون دخل على لينكدين، بيدوس على حاجه اسمها فيريفيكيشن، بيعمل فيريفاي للاكونت بتاعه ان هو فعلا شغال تبع الشركه ودي حاجه بسيطه جدا لو هو فعلا شغال في الشركه. الجميل بقى هنا لما فعلا بيبعت لك التستمونيال مش مجرد كلام وخلاص. اول حاجه بتظهر في التستمونيال الاسم والتايتل بتاعت الشخص، وبيتعمل له ان الراجل ده فيريفايد باي ابورك. فمهم قوي ان الكلام اللي هيتكتب ده انك انت اللي تبعته للشخص اللي هيعمل لك الشهاده، ما يبقاش كلام كتير، سطرين 3 بالكتير قوي، عشان ما يبانش ان الموضوع مبالغ فيه. طب تعالى كده نقول يا عم انا مش عارف حتى ابعت ايه للشخص او هو يعني ايه الحاجه اللي هو المفروض يكتبها او انا اكتبها للشات جي بي تي عشان ابعتها له. رقم 1، هو اشتغل معاك في مشروع عامل ازاي. رقم 2، ادائك عامل ازاي. رقم 3، الريكومنديشن او التوصيه، اللي هو مثلا انا اشتغلت مع حسن في مشروع فويس اوفر، وحسن عمل لي شغل كويس جدا وانا برشحه لاي حد من العملاء. شورت اند سويت. وخد بالك ان مفيش عدد معين من التستمونيالز، ممكن تجيب من 3 ل 4 ل 5 زي ما انت عايز. ده هيبقى طبعا كل ما تزود فيهم اكتر كل ما هيبقى افضل، لكن خد بالك ما ينفعش ان يكون مثلا واحد شغال في المحاسبه يعمل لك تستمونيال وتجيب مثلا فجاه جرافيك ديزاينر يعمل لك تستمونيال. حاول تخلي الناس اللي هتعمل لك التستمونيال في نفس المناصب نوعا ما. وهنا بقى يا صديقي لما تنزل تحت في البروفايل بتاعك هتلاقي الحته اللي بتقول تستمونيالز. التستمونيالز هي الحاجه اللي تعتبر بمثابه ريفيو العميل بيبعته لك عشان يقوي ثقلك على المنصه. لو انت ما عندكش يعني ريفيوز من العملاء او حد ساب رايه فيك او اداك نجوم قبل كده على ابورك. طب ايه اللي بيخلي حاجه زي كده ليها تقل ويخلي ان العميل متاكد منها؟ لان انت لما بتطلب التستمونيال من الناس الاكونتات بتاعتها على لينكدين، والاكونت بتاعها بيبقى فيريفايد. يعني ايه فيريفايد؟ فيريفايد يعني موثق يعني الراجل ده بيبعت ايميل لايميل الشركه بتاعته اللي هو الدومين بتاعه، ويبتدي ان هو يقول له فعلا الراجل ده شغال في شركه اكس واي زي مثلا او على حسب. طب لو انت تعرف واحد صاحبك، لو انت تعرف حد من اهلك شغال مثلا في شركه زي كده، وتعالى يا سيدي نقول مثلا ان انت ما اشتغلتش قبل كده خالص وعاوز تاخد بس فيدباك كويس يكون موجود على البروفايل، هتطلب منه تقول له لو سمحت ابعت له حاجه على تشات جي بي تي، تقول له اكتب كذا كذا كذا. يعني مثلا اشتغلت معايا ازاي، ايه المشروع اللي احنا اشتغلنا عليه، رايك فيا ايه. يفضل ان التستمونيال ما تعديش ال4 سطور ماكسيمم، عشان لو زودت اكتر من كده بتفقد القيمه بتاعتها، هيبان ان هي يعني مش معموله بجد. او رايي شخصي دايما المانجرز ما بيحبوش ان هم يكتبوا حاجات كتير، حاجات مبسطه وصغيره. طب نطلب التستمونيال ازاي؟ هتيجي عند الزرار تدوس على ريكوست نيو تستمونيال، وهتكتب فيرست نيم بتاع الشخص مش انت، اللاست نيم بتاعه، البيزنس ايميل، وهتحط اللينكدين بروفايل بتاعه، والكلاينت تايتل اللي هو المنصب بتاعه ايه، والبروجكت تايب دي اوبشنال مش مهمه يعني. هنا هتبعت للعميل مثلا I would like to take your feedback
on our previous collaboration. ومثلا ممكن تقول له يعني this will benefit me in my future freelancing career on Upwork. طبعا انا ممكن اكتب اي رساله عاديه، او انت ممكن تخش على تشات جي بي تي حرفيا عشان تسهل عليه وتسهل على نفسك. ابعت له الحاجه اللي انت عاوز تكتبها على نفسك في رساله، وقول له اكتب لي الكلام دوت بس. وانس ان انت تدوس على ريكويست تستمونيال، هيبعت له ايميل، هيفتح الايميل دوت وهيعمل لك توثيق. في خلال 10 ايام عمل بيجي لك التوثيق دوت، والموضوع سهل جدا وبجد بيفرق معاك، خاصه لو انت جايب اسماء تقيله بتعرف ان هي تبعت لك تستمونيالز. يفضل يبقى عندك كام تستمونيال؟ انا بالنسبه لي 3 أو 4 كويسين قوي، 1 أو 2 تمام ما فيهمش مشكله. اهم حاجه ما يبقاش فاضي، ده هيفرق معاك جدا. زي مثلا كمان الشهادات، انا حاطط مثلا شهادات ان انا سيرتيفايد بروجكت مانجر من PMI. حاجه زي كده بتبين على الاقل، حتى لو انت ما عندكش خبره خالص، لا بتبين ان انت عندك خلفيه كويسه جدا، وان انت مدعم باراء عملاء من الشركات الكوربريت او الشركات القطاع الخاص، وبيدعموك هنا على ابورك. الفتره اللي جايه هنتكلم في حاجات اكتر من كده بكتير، واسرار اوعدك ان محدش هيتكلم فيها خالص. السلام عليكم.